صباح الخير من إذاعة مصطفى فاونديشن على الهواء مباشرة. أحييكم أعزائي المستمعين، وشوفي أجمل من هيك صباح لما بتشوف صورة ما يسمى بالإمام المجدد المعاصر للموسيقى المدعو الشامي متصور مع علي الديك بالسيارة راجع لأحضان الوطن، وحتى حفيف الأشجار اللي موجود بالوطن حواليهم بهي الصورة وصلني لحتى خلاني اتحسر هيك على اني ارجع على تراب الوطن ويكون عندي هذا الفن العظيم اللي موجود عند الشامي لحتى اقدر اوصل للبوابة الوحيدة لدخولي للوطن، واللي هو علي الديك. علي الديك طبعا يا جماعة هو يعني لما انت بتحصل على واسطة عنده انت لانك بحاجة تختم لا بمطار ولا بحدود ولا بميناء لحتى تدخل سوريا برا وبحرا وجوا، او اللي هو حتى اذا بدك تدخل زحف من المجاري طبعا بتلاقي حاجز محطوط على المجاري معلم مشان ينهبوك ويعفشوك. والله واحترامي يا علي القيقي، طبعا لما سألك الإعلامي رودولفو قال لك إذا حدا بده يعمل حفلة بسوريا، يا أخي مو حفلة، إذا حدا بده يدخل على سوريا لازم يتصل بعلي الديك، وأنت بتقول له شوف لك لك شيء. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، بصفن هيك طبعا الصفنة العجيبة وبينسى الفكرة، بيقوم رودولف فورا بيلاحظ عليه وبيقول له بيقاطعه إنه مشان ما يكمل لأنه ما في فكرة أساسا. تمام، وبيغير الموضوع بيعطيه فكرة ثانية بيساعده، وهاي هي كل المقابلة. إذا تفرج على ساعة ونص بمقابلته مع رودولف لا فكرة ولا حكي ولا منطق ولا بيعرف أي شيء بالحياة، وبيقول لك أنا أنت علوي. هي كل القصة يا حبيبي يا قيقي. الفن اللي طلعت وتسلقت عليه لأنك علوي اندعمت من ما بعرف مين، ما بعرف إذا كان يلطك وهنت صغير أبعرف. الواسطات اللي عندك والمحسوبيات كلها لأنك علوي. الاكل الهوى اللي انت بتعمله مع الناس تعوا ادخلوا عن طريقي وتلفنوا لي وما بعرف شو كذا لانك علوي يا روحي شحاره. فهون اعزائي المستمعين والمشاهدين بناخذ فكره انه سوريا لن تخرج من عباءة الزبل والمزابل الا بخروج هؤلاء اللي مسمون علويين من حكم سوريا. وهلا بيقولوا عني طائفي يا خيي، وكأنه يعني شو يعني ما في واقع من هالحكي ابدا. يعني مو العلويين اللي ماسكين كل شيء. لك يا اخي امسكوا ما عندي مشكله لك، بس ماسكين علي الديك، لك علي الديك. والله انتزع صباحي ليك تطلع شلون عم بحكي، يعني المفروض احكي بهدوء ورسامه واتزان، ولكن علي الديك باي شيء بيدخل فيه. من يوم اللي اجى قبل 5 سنين على المانيا وعملنا مظاهره عليه ومسحنا فيه الارض، ولحد الان انا كل ما بتذكر علي الديك بقشعر بدني. وطبعا هداك الشامي المحروم من شوفة الميمة رجع هلا بعد ما كان عنده أزمة انتماء مثل ما شفناه بالمقابلة. أنا عندي أزمة انتماء معلم، أنا عندي أزمة انتماء، وأنا عندي ما بعرف شو. انحلت كل أزماته بوجود علي القيقي معلم. لما شافوا لعلي القيقي ما عاد لا في شهداء ولا في مليون ولا في مليون شهيد او معتقل ولا في 15 مليون رجع على حضن الميمة معلم. خلص انت يعني ليش عاملين الفن عبارة عن تشبيح يا جماعة؟ ليش الفنان لازم يكون بالمحصل عبارة عن شبيح يرتمي بأحضان واحد مثل علي الديك ويرجع لحضن النظام؟ ليش عاملين الفن هيك؟ ليش؟ ومما يعني يؤدي لفكرة تانية انه اليوم انت لما بتشوف انه علي الديك هو واجهة البلد ومنفذ البر والبحر والجوي والزبلي، فبفكر بالناس اللي بدها ترجع على سوريا. كثير من الناس اليوم عم يدفعوا بدل وبيرجعوا على سوريا ولا كأنه صاير شيء. يعني الزبل ما تغير بسوريا، لا بل زاد اضعاف مضاعفة. يعني ما في حدا انا بعرفه عايش بسوريا الا بده يطلع. فصون كرامتك شوي لما انت بدك ترجع على سوريا، صون كرامتك شوي، ولا تقول لي والله انا عندي بدي انزل خلاص حاج ندفع البدل وننزل نشوف فلان وبيت عمي وبيته. يا اخي خلوا لحالكم كرامة شوي يعني، بس شوية كرامة يعني. تدفع 8000 يورو على عالم حيوانات وكلاب ماسكين البلد مثل هدول بيروحوا بيشتروا بهاي المصاري صواريخ وبيقصفوا فيها المدنيين. ادلب لحد الان عم تنقصف مدنيين ما لهم ذنب. فشوية ذرة كرامة يا جماعة، شوية كرامة بس، يعني لا أكثر ولا أقل.